ليس هناك أي شيء في اللقطة الماضية. لا 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 ولا شيء. راموس لعب الكرة واصطدم باللاعب كاناليس. بعيدة الكرة لرونالدو. بنزيما. رونالدو مرة ثانية. رونالدو بكرة خطيرة. في نهاية المطاف فعلها كوفاسيتش. رونالدو لبنزيما. بنزيما لرونالدو. رونالدو لكوفاسيتش والجول الأول للريال. أول أهداف المباراة عند الدقيقة 37 بشق الأنفس فعلها الريال وفعلها الكرواتي كوفاسيتش الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم مع الريال في ثاني موسم له. لعبة كم كانت رائعة بين بنزيما ورونالدو ثم كوفاسيتش في العمق في وضعية مهاجم إضافي يفتتح مجال التسجيل تحت أرجل اللاعب رولي. جول الريال عند الدقيقة 38 من عمر اللقاء. ريال مدريد جول، ريال سوسيداد 0. مباراة تصبح أفضل الآن وأجمل طبعا بعد ما سجل الريال لأن عناصر الريال. وانطلق مرة ثانية كوفاسيتش يبعث رونالدو. جول كوفاسيتش مسجل الهدف الأول يمنح كرة الجول الثاني لرونالدو للريال. استلمها رونالدو على خط وضعية التسلل وتوغل ببراعته وبأناقته وبهدوءه وببرودة أعصابه وبذكائه يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في ظروف صعبة يمر بها الريال. في الظروف الصعبة متفوق بهدفين مقابل 0 فما بالك عندما يكون في أفضل أحواله وبكامل تشكيلته. رائعة التمريرة من قبل كوفاسيتش حطها لك بالمليمتر. الكرواتي للبرتغالي. البرتغالي في شباك الأرجنتيني رولي. جول ثاني لريال مدريد عند الدقيقة 5 من انطلاقة هذا الشوط الثاني من المباراة. الهدف الثالث عشر لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. هذه المرة كان أمام ريال سوسيداد 2-0. فريق يلعب وآخر يسجل. هي الكرة هي هكذا. الكرة أهداف. الكرة شباك. الكرة في نهاية 90 دقيقة لن تذكر من لعب أفضل ومن ضيع ومن استحوذ بل تذكر من سجل ومن فاز في هذه المباراة. زيدان يدرك جيدا قيمة هذه المباراة. أولا لعودة إلى الواجهة بهذا الفوز وثانيا للاستثمار في تعثر إشبيليا وتعثر برشلونة ظهر اليوم. إشبيليا خسرت والبارسا تعادلت. جرانيرو الحكم يأذن له بتنفيذ المخالفة. جرانيرو هذه ليس في اتجاه راس المرمى يا جرانيرو تعرف هذا افضل مني. وانطلق على الجهه اليمنى عن طريق دانيلو مع لوكاس فاسكيز. دانيلو زاد في السرعه راح دانيلو. لوكاس فاسكيز دخل رونالدو. لوكاس فاسكيز جول. الفارو موراتا في القائمه الثاني سجل 6 أهدافه مع الريال. لوكاس فاسكيز هو الافضل. نعم لوكاس فاسكيز هداف وممرر في كل مرة حتى في القائمة الثانية بالمليمتر فوق راس الفارو موراتا بالراس. لم يفوت ولم يضيع وسجل جول مهم جدا بالنسبة إليه لموراتا بالدرجة الأولى لأن الريال أصلا كان متفوق ب2-0. هاي الهجمات المعاكسة السريعة اللي كنت أتحدث عنها منذ حين. في رمشة عين في 3 ثواني وصلت الكرة في اتجاه المدافع دانيلو ثم لوكاس فاسكيز ثم في القائمة الثانية الفارو موراتا يسجل بالراس جول ثالث. مرت من تحت سيريني مورولي الأرجنتيني. 3-0 صارت النتيجة للريال. فعالية ما بعدها فعالية للاعبين المدريديين أمام الباسك في هذه المباراة. الفرص التي أتيحت لهم سجلوها لاعبو الريال. موراتا في القائمة الثانية بدقة وببراعة جول ثالث لريال مدريد 3-0 قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الرسمي للقاء.